لما نكون بنزور مدينة بتمتلك بحر بالجمال ده، فليه ما نلفش الشواطئ ديت ونقضي يوم في يخت وسط البحر والروعة ديت؟ احنا حاليا زي ما انتم شايفين داخل المرسى بتاع اليخوت الجديد اللي اتعمل هنا، واللي فيه اماكن الحاجات ممكن تشتريها قبل ما تركب المركب بتاعك، وكافيه لو هترتاح فيه، وبعد كده تبدا تطلع المركب بتاعتك. انتظار العربيه بره بيكون تكلفته 20 جنيه، ودخول المرسى اللي احنا فيه الجديد دوت زي ما شفتم كده معانا على البوابه اللي بره بيكون تكلفه الفرد 2 جنيه. زي ما انتم شايفين ده الميناء الجديد اللي اتعمل هنا، واللي الرصيف البحري زي ما انتم شايفين جنبنا بيعتبر كبير جدا. هنا المكان طبعا هيكون لليخوت السياحيه، بالذات ان مطروح اعتقد ليها الفتره اللي جايه ان هي هتتحط على خريطه السياحه العالميه مش مجرد مصر، لان شواطئها طبعا تستاهل وتستحق الكلام ده كله. ورايا هنا زي ما انتم شايفين مجموعه ضخمه جدا من اليخوت اللي هي طبعا بتبدا الناس تركبها عشان تتفسح في الرحله بتاعتها. المفترض ان سعر الرحله بيكون 120 جنيه للفرد، والاطفال بيكونوا مجانا. احنا بنتكلم طبعا عن رحله 3 ساعات، مش يوم كامل زي اللي بتبقى موجوده في شرم الشيخ. هنا كمان مفيش سنوركلينج ولا شعاب مرجانيه تنزل ان انت تتفرج عليها. الموضوع بس ممتع، بيتعدي على الشواطئ الجميله بتاعت مرسى مطروح، واللي هي حقيقي فعلا تستاهل انك تلفها بمركب، لان الموضوع بيكون اسهل، بيكون في يوم واحد بتتصور طبعا وانت موجود على اليخت على كل الشواطئ اللي انت بتعدي عليها. اليخت كمان بيقف في مكان بتقدر ان انت تنزل وتعوم فيه وتستمتع بالميه، وغالبا المكان ده درجه نقاوه الميه فيه بتكون عاليه اكتر من النقاوه العاديه بتاعت الشواطئ اللي هي في الاصل جميله جدا. لما تيجي تحجز حاول تحجز في المواعيد اللي هي بتكون 7 الصبح او 11، اما المواعيد اللي بعد كده فبتكون زحمه اكتر، ما بتستمتعش قوي. انتوا عارفين طبعا نظامنا في الرحلات ما بنحبش الزحمه او الناس الكتيره، مش بنكره الناس طبعا، لكن الهدوء بيكون افضل يعني. زي ما انتم شايفين اليخت بدأ يتحرك وساب المينا ورا عشان نبدأ رحلتنا ان شاء الله، واللي هنشوف هتكون عاملة ازاي. خليكم معانا. طول الرحله هتستمتع بالالعاب المائيه اللي حواليك كلها، من الجيت سكي للباراشوت لغيرها من الانشطه البحريه اللي بتحصل حواليك او الانشطه الشاطئيه يعني. في نفس المكان وفي بداية الرحلة بتشوف الشاطئ ده، شاطئ الغرام، واحد من أجمل شواطئ مطروح، ما فيهوش أمواج ولون المية فيه خيالي. الوصول ليه بيكون عن طريق معدية بتنزل منها هنا وبتدخل تقعد وتستمتع بالبحر كنزول وكافيه كمان. بعد الدخول شويه لجوه طبعا بيبدا المركب تطلع وتنزل، لان بيكون الموج عالي، بس طبعا بيكون احساس حلو وجميل جدا. الجزء اللي قدامنا حاليا هنا دوت هو الجزء المفتوح من البحيره بتاعه مرسى مطروح، اللي هي عند الشواطئ اللي هي بتكون هناك كده. هنا كده بيكون المكان الفتحه الملاحيه اللي بتدخل منها اي سفينه او اي مركبه. المركب هنا فيها 3 ادوار، الدور الاول اللي بتنزل منه الميه، وفي دور تاني تحتينا، والدور الثالث اللي معانا حاليا هنا ده هو اللي تقدر تستمتع منه بالفيو الرائع ده. بس خلي بالك لان مفيش مكان تقعد عليه، ممكن تقع زي ما انتم شايفين الميل اللي بيحصل في المركب بسبب الموج اللي هو بدأ يعلى شويه. طبعا الميل في الجزء ده بقى شديد جدا، وبقى صعب ان انت تحاول ان انت تمسك نفسك لدرجه ان الكل ماسك نفسه في الحديد. الموضوع على قد ما هو خطر لكن بيعتبر ممتع جدا يعني، بس طبعا خلي بالك انك ممكن تقع في الميه لو ما بتعرفش تعوم.
طبعا جزء مهم من لون الميه الفيروزيه اللي حوالينا ديت هو الرمل الابيض جدا اللي تحتينا دوت. علشان كده الجزء اللي وراه اللي عند البحر المفتوح هتلاقوا طبعا ان الميه عاديه، تحس ان هي زي بحر اسكندريه او اي بحر عادي، لان زي ما قلنا لكم من ورانا هنا بيعتبر الممر اللي بيدخل على البحيره المغلقه اللي احنا بنشوفها دايما عند شواطئ مطروح. في السنين اللي فاتت نشاط اليخوت ده ما كانش موجود بالشكل الكبير اللي موجود حاليا، كانت مجرد مراكب شراعيه بتعدي عند الشاطئ بتاع رومل. لكن اخر سنتين ثلاثه بدات تنتشر اليخوت الضخمه اللي موجوده ورانا ديت، وبقى ليها رحلات بمواعيد طول اليوم من 7 الصبح لحد اخر النهار لحد الغروب يعني. بعد شويه اليخت بيوصل للمكان ده واللي بيبدا يقف فيه علشان اللي حابب ان ينزل الميه. لكن قبل ما تنزل خلي بالك تجربه اليخوت هنا في مطروح مش زي اليخوت اللي بتكون موجوده في البحر الاحمر في الخدمه. لكن خلونا ننزل نستمتع بالبحر الاول وبعدين لما نطلع نقول لكم ليه. بيكون موجود لايف جاكيت لكن الاعداد مش كبيره وبتاجروا منهم لو مش بتعرف تعوم او محتاجه طبعا. حلو. هو الطيار بيقلب بينا مره شمال ومره يمين. ايوه اعمل كده. زي ما انتم شايفين الطيار بيعتبر مش هادي النهارده، لكن الميه جميله جدا. طبعا تقدر ان انت تعوم، بس طبعا ايه محتاجين نمسك الكاميرا بايد ونمسك بايد الثانيه طول لحد ما نصور. تعالى الحمد لله على السلامه. انقذتك. الميه حرفيا عالميه جدا جدا جدا، والاجواء ممتعه كمان لما بيبقى فيها عدد حواليك ناس وتفاعل، الموضوع بيبقى مختلف جدا. ما تسيبوش التجربه دي، حاولوا تجربوها لان هي حلوه جدا، بس لو ما بتعرفش تعوم لازم تنزل طبعا بلايف جاكيت. اخيرا طلعنا من الميه، الجو تحت عالمي جدا. كل يخت زي ما انتم شايفين بيقف في مكان بعيد شويه عن اللي جنبه، تقدر تنزل وبتستمتع بالميه بقى. اختص عايز تقعد بس مجرد انك تستمتع بالميه تعوم شويه براحتك. هنا طبعا ما فيش شعاب مرجانيه، كل اللي انت بتعمله انك بتستمتع بس بالميه الفيروزيه الرائعه ديت اللي بتعتبر انقى ميه ممكن تنزل تعوم فيها موجوده في مصر. لكن خلي بالك حاول يكون معاك ميه عذبه تكون انت مليها في ازاز علشان تستحمى بيها، لان هنا للاسف الخدمه مش متكامله او هي حاجه كده طبعا على قد السعر بتاعها. احنا بنتكلم عن رحله عامله 120 جنيه للفرد، فهات معاك الميه بتاعتك علشان لما تطلع تقدر ان انت تستحمى بميه عذبه مش ميه مالحه تفضل في الجسم تضايقك، تقدر تكمل الرحله بتاعتك او باقي اليوم وانت مستمتع. الطيار بيكون شديد شويه، هم بيبقى عندهم لايف جاكيت. السنه اللي فاتت المفترض ان هو كان مجاني، السنه دي كلهم بيتكلموا ان الايجار بتاعه 30 جنيه او 20 جنيه حاجه زي كده. بس لو ما بتعرفش تعوم حاول ان انت تنزل بيه او ما تنزلش من غيره. يعني احلى حاجه اثناء التوقف ان هو بيوقف الاغاني. انا بالنسبه لي بحس ان هي دوشه، مش بتكلم طبعا هي حرام ولا حلال، بس بتكلم ان هي دوشه، ان هي بتبقى للاسف طول الرحله وانت رايح وانت راجع. في ناس طبعا حابه انها تسمع الاغاني، بس انا بالنسبه لي هممني اكتر ان انا استمتع بصوت البحر والاجواء اللي حوالينا ديت. المفترض احنا حاليا قدام شواطئ الهنا او مبارك سابقا يعني، ومجموعه الشواطئ اللي هي بتكون ناحيه شارع اسكندريه. اما هنا كده فبنتكلم عن شواطئ العوام والبوسيت وغيرها من الشواطئ اللي ان شاء الله استنوا حلقه تانية كامله هنلف فيها تاني شواطئ مطروح، والمره دي هنحاول نروح شواطئ جديده باذن الله.
المشكله ان هو يقف على المرسى والحبل اتقطع، فطبعا بيجيب حبل جديد وهيبدا يرجع عشان يقف تاني من جديد. زي ما انتم شايفين الحمد لله الحبل ما اتقطعش للمره الثالثه او الرابعه يعني، والمركب وصلت بالسلامه للمينا. الرحله طبعا كانت كويسه جدا جدا جدا، حاولوا تجربوها، بتكون يوم مختلف وتغيير عن الشواطئ العاديه. كمان الجو جوه البحر بيكون مختلف عن ما تقعد تحت شمسيه وتنزل البحر وخلاص. انت بتتكلم عن نزول البحر وفي نفس الوقت استمتاع بمنظر الميه وانت ماشي في وسطيها بالشكل الكريستالي بتاعها.